معايا النهارده عايز اقول اللهم افتح بيني وبين قومك بالحق وانت خير الفاتحين. اتمنى ان يكون اللي بينا الحق و... وربنا يخلينا سبب في حاجات كتير يعني فيها خير للناس. والاستجابه اللي حصلت هقول لكم في وقتها لاهميه ضيفي النهارده اللي هيكون موجود معانا. عايز اقول لكم سريعا كده ايه اللي موجود معانا لان الانترو مش هيبقى طويل عشان ناخد وقتنا الكبير مع الضيف اللي هيبقى مشرفني في الاستوديو على الهواء مباشرة. عايز اقول ان النهارده معانا جزء من حلقة كان ليها دعوة بحالة الشاب كريم. كريم ده كان ليه موضوع كده انه عمل حادثة وجزء من الاهمال الكبير فقد ساقه، وهو واحد من الوسط الفني عشان اللي يقولوا عندهم حالات كتير. هعرفكم ان احنا كريم خدنا خطوات معاه وليه رقم حساب في البنك فتحناه، وفي ناس بدأت جدا واحنا هنتصل باللي بعتوا لنا. والنهارده اللي عايز يبعت لنا رساله كمان يقول لنا هو عايز يعمل ايه هيحصل تواصل معاه لكريم اللي فقد رجليه للاسف وهو عنده 17 سنه. هنقول اخبار سريعه. حصل كمان وفاه للفنانه والبرلمانيه فايده كامل، نعرف تفاصيله في وقته. ووفاه المذيعه المصريه شيماء بليبيا. مش مهم انها مش لازم حد يبقى سوبر ستار يعني من ولاد بلدنا عشان نتكلم عليه، لا مذيعه واعلاميه كانت هناك، هنعرف اتوفت ازاي. وايضا وفاه والده المخرج المسرحي خالد جلال. احنا مش لازم ندخل في السوبر ستار بس يعني برضو مخرج ده لا يقل أهمية في الوسط اللي احنا دايما بنحب ناخد فيه الظاهر والحركات. وعشان الحركات تبقى مستمرة والوسط الفني يفضل حاطط نفس تركيزه على المواضيع الغير مضيئة، وده أقل تعبير ممكن يتقال. فعايز أقول بالصور عيد ميلاد هيفاء وحكاية البرقع، وبالصوت والصورة احتفال ياسمين نيازي بألبومها الغنائي الجديد. أسماء ياسمين عايز أقول إن هي فنانة جميلة مصرية كافح كتير أعرفها على المستوى الشخصي. ألبوم غنائي جديد نزل ليها، هنعرف إيه حكايته. وعصفورة الفن النهاردة بأكتر واحد خلال آخر سنتين أنا معجب بيه، يعني من أشد المعجبين بيه كمان. أوشا يا جماعة، أوشا بتاع البلاي ستيشن بتاع اعلان الايس كريم في عصفورة الفن ليه فيديو. والشنطه يا ترى ايه حكايتها؟ اما لو اتكلمت النهارده على ضيفي اللي هيكون موجود معايا فعايز نتكلم بمنتهى الصراحه. في وقت من الاوقات كلنا كنا عايشين حياه بندرس، بيبقى لينا ناس بنحب نسمعهم، معجبين باسامي كبيره واحنا لسه في صغيرين اعدادي وحاجات زي كده. وعمري ما هنسى انا قلتها له يعني لما اتقابلنا مع بعض واحنا بنحضر للحلقه. قلت له انا لما كنت ساكن زمان في عين شمس في النعام، وفي الاوضه بتاعتي انا فاكرها كنت بذاكر فيها، كان جنبي كده كاسيت صغير كده. فقلت له انا عمري ما هنسى ان لون الشريط بتاعك كان لونه مختلف عن الشرايط اللي كانت بتبقى بيضه، كان لونه بيبقى لبني. حاجات كتير قوي علم ناس حب وقصص كتير عاشت على أغانيه الجميلة. وفنه الراقي كان متحمل مسؤولية اسم جده لأنه اسم كبير. حاجات كتير قوي عايز أتكلم فيها، لكن الهم الأكبر وإحنا بنتكلم على تاريخه الحافل فنيا عايز أعرف منه هو بيفكر في الناس إزاي بعد ما ربنا اداله مكانة إنه يبقى نقيب لأهم نقابة من النقابات الفنية اللي موجودة. دخل انتخابات خدها قدام منافس آخر محترم، حصل إعادة بينهم، هو الفنان محمد الحلو. في الإعادة قدر يفوز بيها. أنا معايا النهاردة الأستاذ والفنان الكبير إيمان البحر درويش، ونقيب الموسيقيين. عايز أسأله على حاجات كتير قوي وعايزه يفتح قلبه وصدره لناس كتير، لأن الحقيقة قبل ما قابله كان وضع، ولما قعدت معاه اكتشفت ان هو بالعكس عايز وقابل جدا انه يسمع اللي بيتقال عشان عنده نية الحل مع مجلس الإدارة. لكن أسئلة كتير هسألها له وهو متفق معايا جدا بحرية الرأي وليبرالية الحوار، طالما ما حدش بيخدش حياء حد في أي كلام ولا بيتعدى عليه بأي شكل من الأشكال. استعنا على الشعب بالله، كلمة اللي بتقوينا دايما، ونقول
بتكلم على حالة الشاب كريم، وكريم كرم تحديدا كنا اتكلمنا عليه من 3 حلقات تقريبا. كريم يعني شاب كان بيشتغل كراقص من الفنون الشعبية. راجل يعني بيحاول ان هو يجتهد، ليه اخوات بنات 4، ساكن في مكان قرب حلوان اسمها المعصرة. عايز اقول ان هو كان في حادثة حصلت، مفيش ماليات تتحط زي ما انتم عارفين، واولويات الاحتياجات يمكن في النقابات. النهارده لما اتكلم العلاج يبقى موجود ازاي، راح المستشفيات اللي لازم نحط فلوس ايه، لا في ايه، على ما رست بيه الحاله على مستشفى الحسين الجامعي. وللاسف كان في كمان يعني الدكتور كان بيقضي الويك اند بعد اليومين دول وبعد اللفه الكبيره دي، اضطر انهم يحصل انه يفقد رجليه من فوق الركبه. هو اكل عيشه كان انه يقف على القبقاب الطويل ده في الاحتفالات والكلام ده كله. الحقيقه تجربه صعبه قوي عشناها واتكلمنا عليها، واحنا بنحاول نقف جنب كريم بقدر المستطاع. للي بيشوفني اول مره او ما شافش الحلقه اللي اتكلمنا فيها على كريم، عايز افكركم بجزء من الحلقه ونرجع مره تانية. عايزين تعرفوا مين كريم الاول، الشاب الجميل؟ يلا بينا نتعرف على كريم راقص الفنون الشعبية ونرجع مرة تانية. كريم مش هيقف على القبقاب تاني اللي بيكسب بيه أكل عيشه. كريم عنده 17 سنة، عمل حادثة. كريم بعد ما عمل الحادثة لف شوية على كذا مستشفى، ففي مستشفيات وقلت لكم قبل كده هو ده كريم اللي بيعمل ده مع مجموعة من الفنانين المطربين. هو ده كريم اللي عنده 4 إخوات بناته. هو ده اللي المفروض يعني بيضفي الفرح على أي حد في أي مكان، البهجة. هو ده اللي ليه 4 إخوات بنات وهو الكبير. هو ده اللي ساكن في حلوان أو بعد حلوان كمان. شأنه شأن أي حد، شاب بيحاول إن هو يبقى نفسه. عمل حادثة على طريق حلوان مع مقطورة من الحاجات اللي انتوا عارفينها اللي بتجري دي بأي شكل. على ما راح مستشفى في التانية، قلت لكم قبل كده أنا مريت بموضوع قريب إن الفقير بيموت أوفر كتير، لغاية ما استقر بيه الحال في مستشفى. راح المستشفى دي، وبعد ما راح المستشفى عملوا له الأول عملية يشوفوا فيه إيه. الاستشاري في التوقيت ده ما كانش موجود، يومين وهيجي لأن أجازته. جه، بعد ما جه كان قراره امضي يا كريم بنفسك، امضي يا والد كريم يا والدة كريم، إن احنا نبتر الرجل تتقطع بعد 2.5 أو 3 من الحادثة. سريعا، كريم في الوقت ده المفروض فيه علاج طبيعي، وكان بيتحرك بصعوبة ووقع قريب، والجرح كان فتح كده لما روح البيت. وفي حاجات كتير في الاتجاه ده اتكلمنا ساعتها ان احنا بنحاول نقف جنب كريم، ولو جبنا جهاز تعويضي خاص بيه قلنا ان الحاجة الأصلية يعني اللي بتيجي من بره اللي ينفع يعني يتحرك بيها غالية شوية، ممكن توصل ل60,000 جنيه. وقلنا ان احنا بنحاول نقف جنبه، وده دور التكافل الاجتماعي في حياتنا، ان مش كل شيء نوديه على المكان. في واحد مش منتمي بقى، مش متعين يعني يحصل له ايه، يعني كفايه اللي حصل له. جالي مسجات كتير، وعايز اقول ان احنا عملنا رقم حساب خاص بيه،
واللي عايز وعنده نية التبرع زي اللي بعتوا لنا قبل كده الرسائل يبعت على الاس ام اس الخاص بالبرنامج، واحنا يحصل اتصال بيه ونشوف ازاي يحصل هذا التبرع. معانا فيديو يا استاذ. في كلمة كان كريم قالها وهو في المستشفى اللي كنا عشنا فيها للأسف إهمال فظيع شفناه لغاية ما حصل اللي حصل. هو شاب جميل قوي، أفكركم كلمة كريم وهو في المستشفى. هنسمع ممكن يقول إيه وهو في المستشفى. الصوت للأسف معلش. حاول يتكلم معانا، راضي على فكرة. بصوا ابتسامته يا جماعة. هقول لكم الحاجة الأصعب جدا جدا، إن بنفسه دفن جزء منه في المقابر الخاصة بيهم. يعني مش بنفسه إنه راح، إن قرايبه وخاله راح في المدفن بتاعه جزء منه حط. حادثة، طريق، تهور، مقطورة. بيشرح ده راح مستشفى في التانية ما قبلوش، للي انتوا عارفين ان لازم يبقى فيه فلوس معينة. حتى هنا طلع ان لازم تستلف دم، مفيش دم هناك من اللي نزفوا. على ما لقوا شوية حصلت الغرغرينة اللي كانت ممكن لو لحقنا بدري شوية تقطع من تحت شوية قضاء أخف من قضاء. لكن الاتصال بينا يا جماعة عن طريق الاس ام اس اللي يا ريت يظهر على الشاشة، لأن كمان لو في أي أسئلة لنقابة الموسيقيين هتحصل النهارده للأستاذ إيمان البحر درويش الفنان الجميل اللي هيبقى معانا على الهواء. ابعتوا لي من خلال الاس ام اس الرقم اللي باين من الموبايلات. أنا عاوز رقمك يا أحمد. اسمي نور من مصر، أرجوك رد عليا وما تطنشنيش. والله لو خدتيه زي عدمه، لأن تقريبا هو للاتصال فقط لا غير. أي تواصل يحصل على الفيسبوك أو من خلال الاس ام اس بيننا وبين كل اللي بيشوفونا. وفاة الفنانة والبرلمانية فايدة كامل. فنانة والمطربة والبرلمانية، طبعا كانت زمان مطربة ولكن دخلت مجلس الشعب بعد كده. هي طبعا 79 سنة، توفت يوم الجمعة اللي فات، وهي من مواليد 12 يوليو عام 32. مطربة وسياسية، حصلت على دبلوم المعهد العالي للموسيقى ولها رصيد من الأغاني الوطنية. وبعد زواجها من النبوي إسماعيل، وده كان وزير داخلية مصر، طبعا وقفت الغنى. ومن أشهر أعمالها السينمائية فيلم أنا وإنت وسكة السلامة، رحمة الله عليها. وكل أسرتها طبعا بنتمنى لهم الصبر والسلوان. مذيعة مصرية اسمها شيماء بليبيا، مش فنانة، مش مغنية، مش مشهورة، مش إعلامية مشهورة بتاخد فلوس كتير. الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. ماتت في ليبيا. بندعبس على ده. لازم في أي حتة ندور على المصري ممكن احنا نقف جنبه ازاي. حادثة للأسف، وهي كانت مذيعة في التلفزيون الياباني، كانت مراسلة هناك، وكانت بتتحرك من مدينة بني غازي لمدينة اسمها رأس لانوف، وهي بتتحرك حصل حادث صعب جدا. وصفوا السفير أشرف شيحة قنصل مصر العام هناك انه من أصعب الحوادث، وتوفت على أثره وهي من مواليد 1980، يعني 30 سنة 31 سنة. البقاء لله. وأي واحد مصري في أي مكان أيا كانت هنحاول على قد ما نقدر إن احنا نجيب سيرته والله يرحمها. وفاة والدة المخرج المسرحي خالد جلال. تلاقي واحد يقول لك هو مخرج مسرحي ده انت مركز في ايه؟ الوسط الفني ده مش الخمسة ستة سبعة العشرة اللي بالكوا فيهم، الدنيا أكبر من كده. كريم اللي أنا اتكلمت عليه من شوية ده واحد من أعضاء الوسط الفني. الحاجات اللي احنا بنكتشفها دي ونروح ليها، دول ناس جوه الوسط بس مش مسلط عليهم الأضواء. لكن من غيرهم ما تطلعش الشغلانة، ما تطلعش. ولينا الحمد لله ثوابت في برنامجنا كتير تخص الكلام ده. رجل الذبابة اللي كنا جبناه في وقت من الأوقات، جبنا حمادة القذافي، جبنا ناس قلت ابتدوا واحنا معاكم. طيب، والدة المخرج المسرحي خالد جلال رحلت مساء يوم الثلاث على فكرة الماضي، والمخرج ده تم تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة. ويوم السبت المقبل هيحصل ان العزاء هيبقى بالحمدية الشاذلية باكر السبت.
في المهندسين للي حابين ان هم، هي ما كانتش تعبانه، وده اللي تعب المخرج المسرحي خالد جلال جدا. الموضوع بيحصل فيه خطفه، لكن ما فيش حد يعز طبعا على اللي خلقه، وكفايه انه بيركض بجوار ربه، ما فيش اكتر من كده يتقال على اللي بيروح دار الحق، لان كل اللي احنا فيه ده دار الباطل. دار الباطل بقى، احنا وصلنا دار الباطل. شوف كنت لسه بعمل ايه، عايز اوريكم اللي بيحصل بقى عامل ازاي. دار الباطل اللي احنا فيها بقى فيها شويه حاجات كده، بالصور عيد ميلاد هيفاء وحكايه البرقع. عارفين البرقع، برقع الحياه؟ ده عيد ميلاد هيفاء وهبي. هيفاء وهبي يا جماعه مجننه الخليج العربي تحديدا. ده الموضوع ده اتكلمنا عليه قبل كده، طبعا في حاجات كده ملنكه وملمسه مع الماسونيه ليها دعوه بالعين وبالاهرام وبالكلام ده، اتكلمنا فيه قبل كده. ده كان العيد ميلاد، بيحطوه عشان عين الحسود ساعات كده برضه، ولا ما تفهم ايه، ولا فيها يعني ربنا اللي بيسترها. طيب مزعله الناس ليه منها بقى؟ شكلها بيبقى طبيعي كده، شكلها بيبقى لابسه باللبناني مزلط، اوكي، لكن لما انت بتروح في منطقه تخص ناس مش تبعك. هات لي الصوره دي تاني، هات لي الصوره اللي فاتت دي تاني يا استاذ خالد بعد اذنك. الا فوتر، مش بيقولوا كده؟ ماشي، الا فوتر هيفاء، تشيرز. طيب تشيرز وبنطلون. خلينا نروح بقى لصور عاديه هتعيش حياتك ان انت ايمج، ده موضوعك، مش بتحاكي الوطن العربي والناس الطبيعيه والغلابه وكده، ده براحتك. لكن تروح بقى في منطقه زي المره اللي فاتت المخرجه كامله ابو ذكري اللي كانت لابسه نقاب، لا المره دي بقى هي راحت عند مين؟ عند منطقه الخليج العربي. هي عايزه تلعب لعبه كده انها تقرب منهم، حست الموضوع اتاخد من تحت رجليها، ما بتدعيش هناك، ما بتعملش حفلات في الخليج، فراحت ظهرت بشكل غريب قوي. برقع الحياه، هو ده برقع الحياه. ماشي لغايه هنا احنا تمام. عارفين الجاكيت لما تبقى طويله والبنطلون قصير بيحصل ده بقى. طب هتعملي ده وتاخدي صوره، اوكي، كمل دي صوره تانية، اوكي مفيش مشكله، كل ده احنا تمام. هي عايزه تعمل اللوك ده، كل ده احنا تمام، بدأنا اهو نتحرك سنه سنه. يا مسهل، الودان ايه بدأت تبان. كل ده احنا كنا فين؟ في برقع مبين عينين وحته من وش. بعدين احنا قربنا بنحاكي المجتمع الخليجي، نتصور مع صقر ومع نسر والحاجات دي، وده اسمه ايه؟ المهم يعني حاجه من الحاجات دي. خلاص نكمل تاني، برضه بنقرب من الخليج بقى عشان نروح هناك نعمل حفله 2، لحسن هي ما تمش استدعائها لمهرجان ابو ظبي السينمائي وبلدياتها مايا دياب هي اللي راحت، فهي قالت لا وانا اسيب المنطقه اللي هناك دي. طيب لغايه دلوقتي احنا تمام. خشوا في الجد بقى يا جماعه. بدأنا نعمل العينين ونخش في المزلط، تمام. الموضوع ده مضايق الخليج فوق ما تتخيلوا، وقالوا ان ده نوع من انواع السخريه من الزي بتاعنا. ويعني ايه تلبس ده وهي لابسه تحتيه البادي اللي باللبناني بيقولوا عليه مزلط بالشكل ده، يعني عريان مزلط بس، عشان تبقوا انتم مجمعين اللي انا بقوله. يعني ده اللي حصل في مجموعه صور تخصها، وهي من فوق بالبرقع ومن تحت كاجوال. يعني لما حد فوق يبقى عامل كده ومن تحت عامل كده، ما عنديش حاجه اقولها غير المعلقه في النعناع. هي دي اكتر حاجه تليق على اي تصرف بيضايق قطاع كبير وغير مسؤول للاسف. خلينا نشوف فيديو كده برضو عملوا معاها مقابله وهي بنفس الطقم ده، نشوف تبريراتها وتفسيراتها ممكن تبقى عامله ازاي وهي لابسه البرقع فوق والتوب تحت. ما بيسمعنا حدا، مش عايزة اللي اشتقت لي واحساسك فيه ابتدى. بس جميل محبتكم لإلي عن جد، بتطلع بلاقي كل الناس عم تطلع فيي باعجاب ومحبه. هذا الشيء بيعطي ثقه للمراه
فالثقة هي بتولد الجمال، يعني بتعزز الشكل الخارجي. لقب جمال اليوم جديد أضيف لإلك، شو بيعني لك؟ بعد بيعني لك تنبسطي فيهم أو خلص تعودتي إنه أنا مرة حلوة؟ لا، بنبسط فيهم وبيعني لي، بضل يعني لي كل لقب خسوا فيي بوجودي كيانة كفنانة لبنانية، وهذا الشيء بيسعد كثير، عكس ما الناس تتوقع انه هي اكيد زهقت قد ما بيقولوا لها حلوه او اكيد تعودت او شيء. انه لا، بضل بحب، لانه ما في انثى ما بتحب انه يضل ينعلق. ترضي غرور كل امراه انها تكون ماشيه باوروبا وهي عربيه يسالوها انت منين، تنبسط ما في شك. انت الفنانه الوحيده الايدل، يعني بس اليوم بنت بدها تروح تظبط جمالها، شكلها، شعرها، شيء بيترجع لها. بيقولوا بدنا مثل ميك اب هيفا، وبدنا مثل عيون هيفا، ومثل شعر هيفا. ايدل انت. اللهجات دي غريبة قوي. احنا عندنا في مصر المصطلح بتاع السيدة او الست او كده، لما يبقى عندهم هناك في المقابلة كده المرأة، معرفش هي قالت ان ده بيعطي ثقة للمرأة، بيدي ثقة للست يعني. طب ما تمشي بيه على طول طالما بيدي ثقة. معلش سامحوني، النهارده البتاع اللي في ايدي ده هو زيزو اللي بيعلمني عليه، الايبان ده ولا الايباد، اصل الحاجات دي بتاعت الحاجات الايمج، فزيزو بقى هو اللي مصر. اصل الكلام ده طلع بينفعنا في البرنامج في حاجات مهمة جدا هتتفاجئوا بيها قريب. ماشي. بيقول لك ربنا يشفيك يا كريم، دي مسجات جاية. والله العظيم احسن قناة الفراعين، بس احنا زهقنا من قناة مش هقول اسمها طبعا اللي كل برامجها رقص. لو سمحت يا احمد اسأل النقيب على تامر حسني وموضوع الاغنية المسروقة من المطرب الجديد. منور يا احمد وربنا يقدرك على عمل الخير. ابو يوسف لو سمحت يا احمد اسأل النقيب، نفس الموضوع اللي فات. هنسأل النقيب على كل حاجة وهنستنى تليفوناتكم. ياسمين يازي اعرفها من زمان على فكرة، شكلك هتوحشني وقليل الحيلة وهتبقى معانا قريب، لانها تعبت في حاجات كتير زمان كده. وعايز اقول لكم يعني بيقولوا فيه مصطلح كده بيقول لك كفحتجي، يعني جايبها من تحت الارض. يعني هي تعبت في ده. ياسمين في شركة روتانا كانت بتحتفل بألبوم غنائي اسمه حبك عامل سيطرة، وده كان في روتانا كافيه، نظرا لان الموضوع كله كان انتاج شركة روتانا تحديدا. كان معاها من الشعراء والملحنين مجموعة، وأيضا المطربة صديقتها الشعبية أمينة اللي حرصت تبقى معاها، وسعيد إمام مدير روتانا بالقاهرة، ملحنين أمير طعيمة ومحمد عاطف، إيهاب عبده وعمرو يحيى، ملاك عادل، محمد رفاعي ومحمد عبد المنعم، هاني محروس. وفي النهاية قطعوا مع بعض التورتة وكده. معانا فيديو لأن إسلام نصر كان موجود هناك، والصور اللي شفناها كان جايبها لنا طبعا مصورنا النشيط سيد عمر. حاولنا نصور هناك فيديو نغطي بيه الكلام ده. نروح نشوف ياسمين هتقول ايه وهي عند التورته ونرجع مرة تانية. وميرسي ليك ولكل المشاهدين. الألبوم أنا اشتغلت فيه من كانت وحشني حبك عامل سيطرة بالظبط 4 سنين. ال4 سنين دول طبعا أنا كنت بجتهد في حاجة واحدة، إن أنا أقدم مزيكا كويسة وأشوف مواضيع كويسة. الناس حبتني بشكل كان وحشني، فقالت لي بأمانة ما كانش ينفع أعمل حاجات أقل من كده. فده اللي بس اللي أثرني شوية، بس الحمد لله نزلت ويا رب الألبوم يعجب كل الناس. انتظروني في برنامج الوصف الفني من أحلى وحازم. والله العظيم يا جماعة ياسمين أعرفها من زمان، لما شفت الإعلان بتاع الألبوم بتاعها فبيقولوا يا ياسمين، فأنا عارف يعني. قعدت أبص على الشكل
فحتى لما كلمتها بارك لها بقول لها ايه ده، هو وشك ماله فيه ايه؟ هي حست وانا بسال كده، قالت لي والله العظيم ما عامله حاجه، ده الفوتوشوب بتاع التصوير وعامله لوك بس جديد في الشكل. مبروك يا ياسمين وربنا يوفقك، وقريب هتبقى قاعده معايا هنا ونواجهها باسئله كتير ونعرف حاجات كتير تخصها. طيب وصلنا خلاص بنفنش في اخبارنا، واخر حاجه تقريبا هتكون موجوده معانا عصفوره الفن عشان نستقبل بعديها على الهواء وقت ان شاء الله كبير ويكفينا مع نقيب الموسيقيين الفنان الجميل ايمان البحر درويش. هيبقى معايا في الاستوديو على الهواء. عصفوره الفن اوشا ده بتاع البلاي ستيشن، بموت في اوشا ده يا جماعه، اكتر واحد انا معجب بيه والله العظيم في الوقت الاخير ده. يعني لا تقولوا لي بقى ممكن اروح افلام ولا اشتري سيديهات ولا احضر حفلات لحد. اوشا ده ممكن ناس تبقى عارفاه وناس لا، هو بصيته نجوميه لوحدها، مش هقول لكم حاجه ثانيه. فكركم بيه لانه كان في اعلان ايس كريم كده نزل في شهر رمضان وهو بيلعب سنجل اوشا في البلاي ستيشن. افكركم بيه ونرجع مره ثانيه. الله، ما عمري ما حد عملها في الدورة. انا عارف. محمود بص لاحمد بس بعينك وارجع العب تاني. ازيك يا احمد، عامل ايه؟ بص له. بص ببص لك اهو، ببص لك اهو. يا زلمه حلو حلو. انسى يا بودي. العب. بص له وخليك باصص له. ارجع. شفت؟ بص يا كوتش، انا عايزك تبص. لا بص لي، انا بصيت عليه ماشي وقعدت ابص بص بص بص. بص له. بص. بص. العب. ملوش حل يا جماعه والله العظيم. بص ما بيعملش اي حاجه، بيبص بس هو. طيب احنا ماشيين وراه كده لغايه ما هجيبه لكم هنا ضيف. على فكره انا وراه لغايه ما نوصل بس نجيب الحكايه. كان في فيديو قريب نزل له، وده عصفوره الفن معايا المره دي، ان اوشا بقى وهو بيتعمل معاه زي مقابله في موقع فني يعني، وبعديها بدأ يعبر عن مواهب جديده. وانا معايا راعي المواهب اللي هسأله على حاجات كتير قوي لمكانته كنقيب للموسيقيين، فهسأله كمان شويه. خلينا نشوف اوشا بقى لما حب يعبر عن موهبته كده وبيتعمل معاه مقابله عمل ايه، ونرجع مره ثانيه. انا محمود الشهير بوشا، غلبت مانشستر يونايتد 18-0. وقفته يا في ايه؟ لا بتفرج على القناه الاولى في النت. انت بتتدخل في حاجاتي ليه؟ ما انا بجاوب اهو، من التحرير. ايه؟ امثل فيلم خلاص. مدرسه الفجر الجديد طالع اولى اعدادي 89%. هاتوا منت. صفحه الفيسبوك بتاعتي اسمها اوشا اوفيشال. عصفوره الفن لقطت لنا الموضوع ده واوشا المره دي. لكن احنا وصلنا دلوقتي للشنطه. الشنطه اخر حاجه. الشنطه اللي عودناكم عليها، بس المره دي الشنطه زي ما انتم عارفين مفخفخه شويه. ايه الشنطه دي يا جدعان؟ طيب ده ايه بقى؟ دي كمانجا. وده ايه ده؟ هو ده؟ ده بقية الكمانجا. تمام؟ بصوا يا جماعة، الكمانجا دي ما بتطلعش صوت. ليه؟ في أسباب ممكن كتير. أولها إن دي المفروض إنها تبقى بالكهرباء، لكن في أسباب كتير ممكن ما تطلعش صوت منها. إن ممكن العازف اللي بيشتغل بيها ده بني آدم ليه طلبات كتير عشان يعيش. لو كبر يتعالج، لو دفع فلوس يلاقي إنه بيتعمل له بيها خدمات. اللي بيعمل كده ده بني آدم، دي شغلته، ما بياخدش فلوس كتير عشان تبقوا عارفين، عشان ما تحسبوش ان هو فنان وبياخد فلوس كتير. بياخد فلوس في الاوردرات بتاعته مش كتير. لو ما اشتغلش يوم مش هيعرف ياكل هو وعيلته. عشان كده سبب من الاسباب
ان دي ما تطلعش صوت؟ اللي هنسأله لنقيب الموسيقيين اللي هيشرفني بعد الفاصل اللي هنعيشه دلوقتي، عشان أسأله حاجات كتير قوي، واحتراما لتاريخه الكبير لازم كل واحد لو قعد قعدة زي اللي أنا هقعدها دي أبقى عارف إن أنا كنت صغير جدا في الوقت اللي هو سوبر ستار فيه، لكن المكان اللي هو فيه عايزين نسأل فيه حاجات كتير مأمناني بيها أعضاء نقابة الموسيقيين. وزي ما بدأت حلقتي، اللهم افتح بيني وبين قومك بالحق وأنت خير الفاتحين. فاصل ونرجع مع السوبر ستار إيمان البحر.